السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت بكم بواحد الديسير. صراحه هاد التحليه كريم كراميل كيجي من اروع ما يكون. وكنعتذر على الصوت، صراحه عيانه شويه، ولكن بغيت نبارطاجي معكم هاد الديسير هذا. صراحه كيجي لذيذ بزاف. نتمنى انكم تتبعوني الفيديو للاخر باش تعرفوا على المكونات والطريقه ديال التحضير ديال هاد الكريم كراميل. كيجي كنحضروه بالحليب والكريم، كريم فريش. اذا خليكم معايا للاخر باش تعرفوا على المكونات والطريقه ديال التحضير ديالو. اول حاجه كنبدا بها كنحضر الكراميل. درت هنا السكر سنيده اللي خليته بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. راه خليته حتى داب مزيان. صراحه كنت غادي نخدمو بلا ما نصورو ساعه، قلت من الاحسن انني نشاركو معاكم. وكنت ديك الساعه بديت كندوب في السكر كيف كتشوفوا معايا. ديروا السكر فوق نار مهيله، ما تخليوش يتحرق صافي، وحاولوا انكم تتبقاو كتحركوا فيه بديك آه، بسباتول حتى كيذوب معكم مزيان، ما يبقاوش حتى حاجه ديال السكر صافي. وكتحاولوا انكم كتوزعوه على الجوانب بهذا الشكل هذا. حاولوا الجوانب باش ما يلصق لكمش التحليه ديالكم، ما تلصقش الكريم كراميل، ما يلصقش فاش تبغيو تقلبوه. حاولوا تحضروه بالليل والغد ليه كتقدموه، يعني كياخذ الوقت ديالو الكافي باش انه كيجمد وكيكون واجد. صافي من بعد ما غنوزع الكراميل ديالي على الجوانب، غندوز باش نحضر الوصفه ديال الفلون. خليت المول ديالي على جنب وخديت نفس الكاسرونه اللي حضرت فيها الكراميل. غادي نضيف لتر ديال الحليب، يعني اللي متوجد عندكم. انا استعملت سليم، ولكن نتوما ممكن تستعملوا سونطرال ولا اي حليب، يعني كتجيبيه مزيانه. عندي هنايا انا خديت المول اللي غادي نخدم فيه الكريم كراميل، عبرت بالماء. شحال غيهز ليا؟ صبتو انه غيهز ليا 2 لترو، يعني اطرو نص ديال الحليب ونص لترو ديال الكريم فريش، كريمه السائله. يعني هذا هو العبار اللي درت. حتى نتوما اي مول بغيت تستعملوه خذوا عبروا به الكميه ديال الماء اللي هز لكم. غديروا بين الحليب والكريمه، يعني الى دالكم اطرو ديال الحليب غديروا نص ديالو، غديروا تقريبا واحد رابعه، ولا فوتوا رابعه بشويه ديال الكريمه، ولا نص لترو، يعني على حسب المول ديالكم شحال كيهز. عندي 3 ديال الفلون ديال الدرهم. هنايا عندي مايزينا خديتها. غادي عندي شويه ديال الحليب، غندير فيه مايزينا ونحاول انني نخلطهم، عاد نخلطو مع الخليط ديال الحليب. عندي هنايا استعملت انا تقريبا واحد 6 د المعالق يكونوا عامرين ديال النشا اولا مايزينا. من الاحسن تستعملوا النشا باش كتحافظ لكم على داك المذاق ديال الكريم كراميل، يعني ما كيجيكمش ما ديروش كريم باتيسيير باش ما تحاولش انها بحال كتبدل المذاق ديال ديك الكريمه وسميتو، ما كتخليش داك المذاق لو غو ديال الكريم كراميل يجي زوين. صافي من بعد ما كيف شفتوا راني ضفت الفلون كيف قلت لكم 3 ديال لي فلون، وهنايا ضفت هذاك مايزينا مع الحليب وغنبدا كنخلط فيهم حتى كينسجموا. صافي غنبقى كنخلط في الخليط ديالي. بالنسبه للسكر سنيده، الكريمه عندنا حلوه، وممكن انكم تضيفوا واحد 2 معالق ديال السكر سنيده، انا ما ضفتهاش. وغنضيف واحد المعلقه عامره ديال الكراميل، هي باش حليت. صراحه ما ضفتش انايا السكر في مره، ضفت فقط هاد المعلقه ديال الكراميل هي باش حليت الفلون ديالي. صافي من بعد ما حسيت بانه بدا كيعقد شي شويه، القوام ديالو بدا كيتقال، صافي خديت المول ديالي وغنحاول كنصبو فيه بهذا الشكل هذا بالتدريج. صافي وغادي ناخذ ونخليه حدايا حدا فوق البوطاجي حتى كيشد راسو شويه، وكندير ليه السلوفان وكندخلو للثلاجه، كنخليه ليله كامله كيبات في الثلاجه. والغد ليه كنقدموه بالصحه والراحه. انا صراحه قدمته مع الديسير كيجي من اروع ما يكون، كيجي ماوي. ممكن انكم تقدموه لضيافكم وتيحمر الوجه قدام الضياف. صراحه كيجي بنين بزاف، جربوه اكيد ما غتندموش عليه. ممكن كذلك تحضروه لوليداتكم، راه كيجي من اروع ما يكون. نتمنى انكم تجربوا الوصفه. الى عجبتكم ما تنساونيش بلي لايك، ما تنساوش بارطاج، واللي ما مشتركش نتمنى انه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. وكنشكركم بزاف على حسن المتابعه. دابا غادي نوريكم كيفاش من بعد ما بات ليا باتت الكريم كراميل في الثلاجه
كيف كتشوفوا على هذا الشكل هذا. انا غادي نحاول انني نقلبها معكم، فكيف كتشوفوا راه كتولي ساهله في انها تحيد من المول ديالها. صافي غادي ناخذها، غادي نقلبها بهذا الشكل هذا، يعني بطريقه ساهله، يعني ما كتاخذش منكم واحد المجهود ولا. صافي كيكون ساهل فاش كتخليوه يبات ليله كامله، كيكون ساهل في انه يتحيد من المول ديالو. خديت هنايا انا واحد الكاس ودرت فوقو الطبسيل بهذا الشكل هذا. صافي غناخذ الكريم كراميل ديالي، غادي نزينو بالقليل من اللوز ايفيلي اللي محمر من قبل. وكذلك ممكن انكم تخليوه بهذا الشكل هذا، يعني كيبقى ممكن تزينوه كذلك بالقليل من الكريم شونتي، كريم فريش مطربه على شكل شونتيي، ديروا به بلا بوش كذلك حتى هي كتجي زوينه. يعني التزيين كيبقى اختياري، على حسب كل واحد يقدر يزين بالطريقه اللي بغا. صافي غادي نديرو بهذا الشكل هذا، وغادي ندوز دابا باش نقطعو معاكم باش تشوفوا كيف كيجي. راه كيجي عاقد، كيجي من اروع ما يكون، كيجي لذيذ بزاف. غير جربوه اكيد غادي ينال اعجابكم وغتوليو مدمنين عليه، غتوليو ديما كتوجدوه اكيد. غيجي تيجي زوين بزاف بزاف. اضافه من بعد زينت بشويه ديال لي بوب فلاور، كورن فلاور، واحد الورد كيتباع، راه ديجا وريتو لكم في واحد الفيديو زينت به الصابلي، كيجي تا هو ملون فيه اللوينات، كيجي رائع. ها نتوما كيف كتشوفوا انا قدمته مع شويه ديال الاناناس، راه ديجا قطعت معكم الطريقه ديال تقطع الاناناس. بالنسبه للمونغ فقط قسمتها وشردتها بهذا الشكل هذا، وشويه ديال التفاح، ليمون، بنان، يعني اللي متوفر عندكم في الفواكه كتقدموه. كيبقى الكريم كراميل عنده واحد اللمسه في هذا الطبق ديال الديسير من ارتيجي من اروع ما يكون. غير جربوه اكيد غادي ينال اعجابكم، وغادي يجيكم تيجي مذاق قوام ديالو ولا اروع. نتمنى انكم الا جربتوا الوصفه ونجحت معكم تخليوا لي تعليقاتكم اللي كيفرحوني بزاف، ونتمنى انكم ما تنساوليش لي لايك وكذلك واحد التعليق زوين. وكنشكركم على حسن المتابعه، الى وصفه قادمه بحول الله.